تخيل مباراة ديال الوظيفة العمومية ينجح فيها واحد وهو ما كاينش أصلا. هادشي غنحطو ليكم بالدليل، وهادشي عند ديك الوزير بركة اللي قال لك كيوجد راسو يكون رئيس حكومة. ايوا يا سيادنا، وزارة التجهيز والماء اللي وزيرها بركة دارت مباراة كيف كتشوفوا ديال متصرف من الدرجة الثالثة، وهاد المباراة شارك في الامتحان الكتابي ديالها 8567 واحد. يعني هاد الترقيم عقلوا عليه مزيان، خاص يبقى هو في الشفوي، ماشي نجيو للشفوي ونلقاو شي اسم تزاد وهو ما شاركش نهائيا في الكتابي. ايوا ملي تعلنت النتائج وبكل صدمة لقينا في اللائحة كاين اسم تزاد وعطاوه الترقيم 8568، رغم ان اخر رقم كان هو 67. والخطير في هذا الشيء هو ملي كتمشي ترجع تقلب في اللائحه الاصليه ديال الكتابي على الاسم ديال هذا الشخص ما كتلقاش، بمعنى ما شاركش في الكتابي بتاتا. هذه اكيد سميتها زبونيه ومحسوبيه وشهادة في استعمال السلطه وتزوير ومحاباه، وتقدروا تسميوها حتى بيع المناصب الوظيفيه. وما يمكنش مساكن ديك وليدات الشعب اللي دوزوا الكونكور تحرموهم لان واحد اما عطى الفلوس او عنده اللي كالي عليه. الفساد في بلادنا رجع داير القرون، كنفضحوه يوميا، ولكن هاد الوزراء وهاد المسؤولين كيبقاو في بلاصتهم بشكل عادي وما كاينش اللي يقيسهم. ودابا ها انتم مباراة فاسدة تماما، مهما تجبد فيها شخص ما شاركش في الكتاب وجابوه يشارك في الشفوي، ايوا واش غيكون واقع في الشيء الاخر؟ ايوا فين انت يا بركة؟ بقيتي علينا ما يمكنش هذا الشيء، الشعب مسكين. ايوا بين لي شي تحقيق واحالة المتورطين على القضاء.